درب الصابة بحي السلام المسمى قديما الملاح. أمطار الأمس وأشغال هدم بعض المساكن أدت إلى انهيار منزل آين للسقوط. الحصيلة وفاة شخص يبلغ من العمر 60 سنة وجرح آخرين. هبط عليه هذاك السقف، هذاك السيد بقيت انا ما كاينش من نخرج، جا واحد السيد هو يخرج لي وليداتي جوج الاول عطيتهم لهم، البنت تقص لي من هنايا وانا نخرج في حالتي. هادشي اللي كاين اختي. مات واحد الدري ضرب بعد ولد اختو ولا ما عرفتش، جا الجرح هنا في وجهه. فعلا دخلت انا وثلاثه نحفروا لقينا واحد السيد هو ولده مردومين تحت الدري تعتق اللي صغير لبات اجر الله مشى دات والبامانه. عاد جاو رجال المطافي عاد بداو تيحفروا حتى هما تنتعاونوا معاهم. هذا الشيء اللي عطا الله اختي، هذه هي الواقعه اللي وقعت. هما شكينا وشكينا وشكينا. في درب آخر بنفس الحي سقط جزء من أحد المنازل هذا الصباح. السكان مطالبون بإجلاء مساكنهم مقابل تعويض قدره 20,000 درهم. التريب وتما تيبنوها ما تيديروا لا والو، وباش بغيت نبني اختي انا جوج نص اللي بيعطوني نخرجها في الكرا، وعندي بنتي تيما نبقى عايشه في الزنقه انا وياها. ما دايره لي والو، جبت المليون ساتون انا فلوسي، يا نص فلوسي كاع، ياك 15 مليون عطونا انا 7 المليون. راه اوصل لي تعوضوا ب 2 المليون هنا في حي السلام، حنا تنعرفوهم تشتتوا ولا مو شرادين. الاب تيعيش في قنت، الام في قنت، الاولاد في قنت. اذا 2 المليون اش هي المصير ديالو؟ كان كاري بواحد الثمن اللي هو رمزي ديال 30,000 فرنك ولا 40,000 فرنك، ملي تيخرج للواقع تيلقى 200,000 فرنك 300,000 فرنك. 80 منزلا مهدد بالانهيار بحي السلام، أحد أقدم الأحياء بالمدينة العتيقة لمراكش. الأسر المتضررة تطالب بتدخل عاجل حتى لا تتكرر المأساة فتسقط الأسقف من جديد فوق رؤوس أصحابها.